بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع المكنة. العدة اللي احنا هنحتاجها: مفك صليبة، مفك عادة، مفتاح بلدي 12 13 او 14 15 او بنز. اهي العدة اهي، دي اللي هتحتاجها. لو انت مش معاك العدة دي ما تلعبش في المكنة، عشان بس تبقى انت عارف ايه انت عايز ايه. اول حاجة المفك الصليبة، هنفك الاربع مسامير. انا فكيتهم طبعا عشان اختصار وقت الفيديو. هفك الوش خلاص. المكنة بالنسبة لنا اهي بالمنظر ده، عشان في ناس كتير جدا سألتني، فانا الفيديو ده المفروض ان هو يجيب على كل الاسئله. معلش لو الفيديو هيبقى طويل شويه، بس الناس اللي عايزه تفهم هتفهم الكلام ده. لو انت مستعجل عايز تشوف الفيديو، عدي اول دقيقتين. المكنه عباره عن بيستم هيدروليك. المسمارين دول نظام ضغط هواء وزيت مع بعض، تمام؟ يعني زي كوريك العربيه كده، مضغوطه زيت وهواء. هي المسؤوله عن فتح الباب وغلقه. انا مش عايز اطول في الفيديو، بس انا بفهمك فكرتها بس. عباره عن بيستم. المكنه انا هطلعها من العلبه خالص عشان نقدر نتفرج عليها. المكنه عباره عن مسمارين ورا، ومسمار قدام، واربع مسامير يمين وشمال، واربع مسامير رأسية، ومسمارين سرعة. يعني ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. المكنه فيها 13 مسمار، كل مسمار ليه فايده. الخواجه طبعا مش عامل مسمار هباء. هنبتدي الاول بالسهل. المسمارين الاربع مسامير، انا عندي 2 يمين و2 شمال اهو. مش عايز بس اداري. ادي 1 2 3 4. المسمارين دول مسؤولين، لو انا ربطتهم كده المكنه هتيجي يمين. لو انا هربط المسامير دي بالمفتاح البلدي اللي احنا محضرينه اهو. لو انا عايز الباب يجي يمين، ههوي المسمارين دول اهو، وهجيبها يمين. ودول هفكهم عشان اداري المسافه اللي انا عملتها. يعني انا لو عايز الباب يجي يمين ههوي المسمارين دول. لو انا عايز الباب يجي شمال هعمل العكس، ههوي المسمارين دول اهو، بس بالمفتاح ال 13 او ال 14 ايا كان اللي موجود، هجيبها كده. يعني لو انا الباب مرحل يمين او شمال من الاربع مسامير دول. هيجي عندنا بعد كده في مسمارين ورا، دول بيبقوا غالبا مفك عادي اهو، تمام؟ المسمارين دول والمسمار ده اللي هو المسمار خامس سادس سابع. المسمارين دول لو انا عايز اجيب المكنه قدام وورا. المكنه دي هي الباب، لو انا عايز اجيب الباب قدام او لو اجيب الباب ورا. بمعنى ايه؟ اهو انا الباب لو عايز اجيبه اهي، ههوي ده اهو. طبعا انا بهويه بايدي عشان اختصار وقت الفيديو اهو. المفروض ان انا بهويه بالمفتاح البلدي، تمام؟ لو انا عايز اجيب الباب قدام شويه بهوي المسمار ده واربط دول قصاده. لو انا عايز اجيب الباب ورا العكس، اهوي المسمارين دول وازق الباب لورا، تمام كده؟ هيجي عندنا بعد كده المسمار اربع مسامير الرأسيه اللي هو 1 2 3 4 اهو. 1 ادي 1 ادي 2 3 4. 1 اهو رأسي اهو، رأسي اهو. 1 2 3 4 اللي هي النقطة الرئيسية. لو أنا اللي هي المشكلة الشائعة تماما، الباب بيبقى مريح على الأرض. عندي المسمارين دول أهو، بربطهم، بلف كده أهو كده، بربط المكنة بتاعي عليها
اهي اهي. شايف المكنه بتعلى ازاي؟ اهي تعلى لفوق اهي اهي. بص عليت ازاي اهي. لو انا الباب مريح على الارض بربط المسامير دي اهي. المكنه عليت يعني الباب عالي اهي. المكنه عليت اهي اهي. شايف المكنه بتعلى ازاي اهي اهي. في مسمارين التانيين قصادهم دول فايدتهم ان هما الاتزان، يعني مش هما دول اللي بيعلي المكنه. اللي بيعلي المكنه ده وده. ده رأسي اهو اهو اهو. انا موضح ايدي اهو اهو. ده اهو وده. انما دول بيظبطوا ميزان المكنه، يعني يخلي المكنه يعني واقفه قايمه. واقفه قائمه تمام. تبقى واقفه ايه؟ مظبوطه يعني متزنه. انا عايز بس اوريكم. بص المكنه عليت ازاي. بص عليت قد ايه. انا دلوقتي لو الباب عالي عايز اوطيه اهو اهو. اوريك كده من الجنب اهو. بفك اهو اهو. المكنه اهي بتوطى معايا تمام. هنيجي لاهم مسمارين واخطر مسمارين اهو. بس تحذير، المسمارين دول لو لعبت فيهم وانت مش فاهم هتبوظ المكنه. المكنه دلوقتي بتتكلم في 3 4000 جنيه حسب وقت الفيديو بقى اللي انت تتفرج عليه. ممكن توصل ل 10000 جنيه. المسمارين دول اهم مسمارين. ممكن يختلفوا من مكنه للتانيه. ممكن تلاقيهم في النص هنا بس هتلاقيهم بشكلهم مميز وغطسين كده، وغالبا بيبقى مفك عادي تمام. بص هو مكتوب على المكنه طبعا، بس انت بتفتح المكنه بتلاقيها غالبا تبقى مصديه دي عشان المكنه جديده شويه فباين. المسمار ده اللي هو على الحرف اللي هو اهو. انا اهو المسمار ده مكتوب عليه ايه؟ سبيد اهو. المسمار ده سبيد بمعنى ايه؟ سرعه المكنه، سرعه رد المكنه. والمسمار ده اهو اللي هو التاني اللي هو من جوه مسؤول عن زاويه الميل. بمعنى ايه؟ ان الباب اهو بيقفل ويستنى شويه وبعد كده بيرد. يعني اهو الباب اهو بيقفل ويصبر شويه وبعد كده يرد بالراحه اهو. عشان بس ايدي اهو. ده الباب انا بفتحه كده بايديا. بيقفل ويصبر شويه وبعد كده يرد. دي اسمها زاويه الميل، اللي هو المكان اللي بيقف فيه. يعني هو دلوقتي بيقفل كده في زاويه معينه بيثبتها وبعد كده يرد سنه سنه سنه. ده زاويه الميل اللي هو ده مسؤول عن زاويه الميل. وده مسؤول عن السرعه. السرعه بمعنى ايه؟ اللي هو يقفل كده مره واحده او يقفل كده ببطء. يقفل ببطء كده. ده سبيد يعني السرعه. التعامل معاه زي الساعات كده، يعني بالملي. يعني انا دلوقتي بقفل سنه اهي. سنه انت عارف يعني ايه سنه؟ يعني ملي. واجرب الباب لقيته اتسرع معايا يبقى كده تمام. لقيته بطأ اعمل الاتجاه التاني. طبعا كل ما افك السرعه تزيد، كل ما اربط السرعه تقل، وزاويه الميل كذلك. الاتنين ليهم علاقه ببعض، يعني مربوطش الاتنين، لا اتعامل مع واحد سنه كده واجرب. ما كانش ارجعها تاني بالسنه بالملي. اقفل كده ملي واجرب ملي وافتح الباب واقفله، راح جاي قافل تاني ملي واسيب الباب تاني. ماشي. وهنكمل في جزء تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنعمل صيانة للباب. الباب مشكلته ان هو بيحك ورا. شايف هنا مفيش خلوص خالص، وهنا في خلوص كتير. تاني حاجة ان الباب عايز يعلى. شايف الخلوص
فوق ياما ازاي الباب محتاج ان هو يعلى. فاحنا عشان نجيب الازاز نحركه يمين شويه كده عشان الخلوص ده يقل، يعني الخلوص ده كتير، عايزين نجيب الباب كده شويه، والازاز بيحك هنا، فعايز ابعدهم عن بعض. شايف المسمار ده اهو، المسمار ده هو مسمار عاده، غالبا بيبقى في الغالب يعني بيبقى عاده، بربطه اهو. بس المكنه بتتحرك معايا ازاي، بس انا مش عارف اشتغل وانا بصور، بس هو ايه يتربط يعني. وان انا اعلي الباب هربط المسامير دي، المسمار ده والقائم ده مسؤول ان الباب يعلى، في واحد قصاد منه الناحيه التانيه اهو. مش عارف المكنه واضحه ان هي بتعلى ولا لا اهو اهو اهو. يعني انا جبت الباب يمين شويه بالمسمار ده وعليته بالمسمار ده، هخش جوه وهعمل نفس الكلام اهو. المسمار ده ان انا ازود المسافه اللي هي ورا دي اللي هي مزنوقه اهو، عشان دي اسئله بتجيلي كتير جدا اهو. شايفين المكنه بتتحرك ازاي؟ بص بقى هنا في مسافه اهو، والمسافه دي بتقل اهي. الخلوص ده عايزه يبقى قد ده، او الضرفه تبعد عن الثابته شويه، والمسمار ده القائم ده اللي هو في المكان ده اهو، انا ببعد اهو عشان تعرف احنا فين اهو. ده هتلاقي قائم كده اهو، بتربطه هتلاقي المكنه بتعلى اهو. المكنه بتعلى كل ما اربط يمين مع اتجاه عقرب الساعه الباب بيعلى اهو. بص معانا كده الباب هيجي قد ايه لحد ما لزق. طبعا انا هوطى شويه، بس انا ايه بوري لك الفكره. انا كده هحتاج هوطى شويه اهو، هوطى شويه هفك اهو، هفك. ركز على المكان. في مسمارين تاني، ثواني هعمل لعبه كويس. المكنه كده اوضح اهو. المسمارين دول اللي احنا كنا بنعلى بيهم اهو واهو، دول اللي بيعلوا. في اتنين تاني شبههم، دول فايدتهم الاتزان، ان انا ايه اخلي المكنه متزنه، اخلي المكنه متزنه. يعني زي ما انا عليت بدول فانا بلقط دول برضو عشان ايه الباب يبقى متزن معايا، او المكنه بتبقى قاعده متزنه على الارض. تمام. المسمارين دول اللي يخلي الباب يجي يمين شويه، يعني اخلي الباب يجي يمين شويه. لو انا عايز الباب يجي شمال هعمل العكس، ههوي دول، ههويهم، يعني بمعنى اللي انا ايه اخلي فيه فراغ ما بينه وما بين العلبه اهو. انا بحاول اوضح على قد ما اقدر اهو. بهوي هنا اهو، راح جاي رابط ده اهو، هربط ده كده. الباب يجي، لو الباب بيحك هنا، لو الباب بيخبط في الثابته دي، هجيب الباب كده. يعني المسمار ده والمسمارين دول عكس بعض، واحد بيجيبها يمين وواحد بيجيبها شمال، دول المسؤولين عن الحركه دي. ده والمسمارين دول اللي هما جايين بالمنظر ده اهو. لو انا جبت المكنه شمال الباب يجي شمال، لو انا جبت المكنه حركتها يمين الباب يجي معايا يمين. والمسامير دي القائمه دي الرأس دي اهي، دول مسؤولين عن رفع الباب. لو انا الباب بيحك في الارض هربطهم، بس انا هركز على اللي ورا دول لان دول الاتزان اهو.
اللي هو ده واللي قصاده. لو انا عايز ارفع الباب هرفع بده، لو انا عايز اوطي الباب اهو المسمار رأسي اهو ههوي الباب اهو. انا كده بوطى بالباب، بفك شمال كده بوطى. لو الباب بيخبط في الشراعة بوطى، لو انا الباب بيحك في الارض ده غالبا ده اللي بيحصل بربط. انا دلوقتي عايز اعلي الباب هربط اللي هو المسمار ده. تمام. انا بس مش عايز اطول في الفيديو، بس ايه انا عارف الشروحات دي بتبقى مهمة. شكرا. رجعنا تاني. هنشوف مشكلة جديدة. الباب مرحل، يعني الباب مفارق، يعني الباب بيتحرك بالمنظر ده كده. ده العدة اللي احنا هنحتاجها. مفتاح بلدي، ده مفتاح 14 15، بس هو ايه 13 14 او 14 15 اي حاجة يعني. المهم ان هو ايه 13 14 15 اي حاجة من الثلاث ارقام دول موجودين معايا. هتفتح الوش المثلث اللي هو ده. انا بس مش عايز اطول في وقت الفيديو. الوش المثلث يبقى غالبا بمفك صليبه، بفكه تمام كده، بفتح بلاقي المكنه بتتحرك بالمنظر ده، وبلاقي الباب بالمنظر ده. الباب بالمنظر ده مفارق كده، يا مفارق بقى يا لبره يا لجوه. انا بعمل ايه؟ بشوف المفتاح البلدي اللي احنا قلنا عليه، ولو مش معاك يعني عشان بس ما حدش يتحجج، بنز طبعا كلنا عندنا بنز. البنز هتبتدي ايه تحرك بالبنز كده، بس طبعا ايه بموضوع اصعب شويه بالبنز، بس يعني ايه ممكن يعني مش مستحيل. لو انت معكش مفتاح 13 14 او 14 15 استخدم البنز مفيش مشكله. بص المفروض ان المسامير دي، انا هفتح الباب لجوه عشان الموضوع يبقى اسهل. المفروض ان المسامير دي تبقى زنقه في العلبه. بمعنى ايه؟ يعني عشان ما تتحركش يبقوا مربوطين بالشكل ده، زانقين في العلبه بالمنظر ده اهو. انا بستخدم بس بايدي عشان انا ايه وقت الفيديو بس، انما المفروض ان انا بشتغل بالمفتاح البلدي او بالبنز. انا اقول لك الفكره بس. المفروض الاصل بتبقوا ايه مزنوقين مربوطين يعني، او زانقين يمين وشمال. المفروض بالمنظر ده. انا بلقطهم ان هم يلقطوا ما يبقوش متهويين، يبقوا مربوطين. تمام. هقفل الباب. مجرد ما انا ربطت الباب ظبط شويه، هو لسه فيه يعني في حاجات بسيطه. مجرد ما انا لقطت بس ظبط. بس بص كده المفروض اللي انا اعمل ايه يعني مفارق هنا من ورا اهو، مفارق هنا ايه نص سنتي. بعمل ايه؟ هو مفارق من هنا، بربط هنا، بربط بالمفتاح 12 13 او 14 15 او بالبنز ايا كان الفكره. بربط ايه؟ بربط المسمار ده. بس انا ربطت كتير. مجرد ما اربط بيحصل العكس، يعني المكنه كده بتتلوح كده، فبيعمل حاجتين في نفس الوقت. بيظبط هنا بيلوح هناك اهو، لوح هنا اهو شويه. بعمل ايه؟ بربط التاني قصاده اهو. مجرد ما بربط هنا بيعدل هنا. فاهمين الفكره؟ الموضوع بسيط جدا اهو. باجي الناحيه التانيه بعمل نفس الكلام. بلاقي المفاتيح هل هنا متساويين مع بعض؟ متساويين يعني ايه متساويين؟ يعني الاتنين خط واحد وهنا الاتنين خط واحد؟ لا، هنا اهو بفارق هنا نص سنتي. هعمل ايه؟ هجيب المفتاح البلدي اهو وهربط اهو، اوريك الاتجاه اهو وانا بربط اهو بيحصل ايه؟ هتلاقي الباب بيتحرك وانا بربط اهو بيتحرك. انا شايف بعينيا هو بيظبط يعني. ممكن مش عارف الفيديو او الصوره جايبه
ولا لا؟ انا بالنسبه لي ظبط. تمام. ومن هنا كمان ظبط. اللي انا اقصده اهو، ده لقيته متهوي بجمعه بس بلقطه. اللي انا اقصده ان لازم لو الباب مفارق، في عندي 4 مسامير، انا عايز اشاور بس بالمفك. عندي 4 مسامير، ادي مسمار 2 3 4 اهو. اهو 1 2 3 4. هتلاقي المسامير اللي هي ايه اهي، جايه كده، جايه كده. ادي 1 اهو 2 3 4 اهو. بستخدم 12 13 او 14 15 اهو. بربط كده وبفك كده، الموضوع سهل خالص. تمام. ده بيجيب معايا يمين وشمال. لازم يبقوا الاربعه دول في جميع الظروف مربوطين، بس مربوطين على حسب ايه زاويه الميل بتاعتي. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس يعني انا كده الباب ظبط معايا. طبعا انا يعني بصور وبشتغل في نفس الوقت، بس ايه عايزه يعني الصوره تكون واضحه والصوت حتى مقرب المايك عشان يكون الصوت كمان واضح. اهو الباب كده ظبط معايا اهو. اهو تمام. الباب لو مرحل من هنا او مرحل من هنا سهله. لو الباب جاي كده مثلا مفارق كده اهو، لو الباب مفارق كده هربط المسمار ده، هربط. لقيته جامد هفك اللي قصاد منه الناحيه التانيه. لو الباب مفارق من هنا بربط من هنا وافك اللي قصاد منه الناحيه التانيه. هما ايه يمين وشمال يمين وشمال بس. شكرا. السلام عليكم، اهلا بكم مره تانيه. هنتكلم دلوقتي في نقطه مهمه جدا، اللي هي سرعه المكنه، واخطر حاجه في المكنه. انا ارجو الحذر ارجو الحذر ارجو الحذر، اللهم بلغت اللهم فاشهد. اللعب في سرعه المكنه او اتجاه زاويه الميل بدون علم هيبوظ المكنه. معلش انا هي مقدمه ضيعت لك بتاع 30 ثانيه، بس معلش انا اسف، حقك عليا. المسمارين المسؤولين عن السرعه اهم 1 2 اهو. انا هبعد بعيد اهو عشان يوضح معايا. طبعا اللي انا بعيده كل مره وش استانلس، عشان واحد بيقول لك انا ما بشوفش المنظر ده اهو. يبقى في الوش الاستانلس عباره عن 4 مسامير صليبه بفكهم على جنب. تمام. بلاقي مسامير كتيره. انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز الباب مثلا الباب بطيء او الباب سريع او الباب بيعلق. يعني بص سرعه الباب ده كويس بالنسبه لي، بس انا عايز ايه؟ اوضح لك عليه. ادي السرعه اهي بتاعته اهي اهي. نفترض ان الباب ده سريع. انا هفترض ان هو سريع. باجي بعمل ايه؟ شايف المسمار الاولاني اهو، المسمار ده اهو، ده الاولاني اللي هو ناحيه بره. المسمار ده اهو ببعد اهو. اهو المسمار الاولاني ده بربطه سنه زي بتوع الساعات كده، سنه يعني ملي اهو. شايف السنه دي؟ انا حركته ملي، ربطته. المفروض ان الربط ده هيقلل السرعه. تعالوا نجرب مع بعض. بس الباب بقى بطيء ازاي اهو. عايز اوضح تاني اهو، انا ربطته سنه اهو. الباب بقى ايه؟ بطيء. المسمار التاني اللي هو من جوه اللي هو ده، عايزين نركز ما بين الفرق ما بين الاثنين. المسمار اللي من جوه ده مسؤول عن زاويه الميل. زاويه الميل ان هو الباب لما انا اهو بقفله اهو، شايف الوقفه دي؟ ده زاويه الميل. زاويه الميل ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى هنا. تمام كده؟ ده زاويه الميل. لو افترض ان زاويه الميل دي مش عجباني او انا عايز اصغرها اقللها، بربط سنه. شايف انا كده حركت سنه دي يعني ملي 2 ملي. وجرب انا قفلته ملي اهو. بص الباب عمل ازاي؟ الاتجاه بتاعه ايه؟ اختلف اهو. بفتح تاني اهو. انا كده المفروض ان انا ظبطت المكنه او غيرت اتجاهها. طب نفرض ان انا الباب سريع اهو، السرعه مسؤوله عن ده. الباب بطيء، المسمار ده. الباب سريع جدا، المسمار ده. الباب بطيء جدا، المسمار ده. بس التعامل معاه بالملي
يعني شايف السنه كده، لما بربط يبقى بطيء يبطأ، كل ما اربط يبقى بطيء، لحد ما اقفل مسمار السرعه خالص. لو قفلته خالص الباب ما يفتحش اصلا، تمام. ولو فتحته للاخر الباب هيبقى سريع جدا 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 جدا، لدرجه ان ممكن لو انا فكيت المسمار ده للاخر، المكنه دي عباره عن بستم زيت، مضغوطه زيت وهواء. لو انا فكيت المسمار ده او المسمار ده، الزيت هيطلع، لو زيت طلع او الهواء طلع المكنه دي كده باظت، لان هي مضغوطه. نفس فكره كوريك العربيه. فيبقى التعامل بحذر، عشان ممكن وانت تفك تفضل تفك 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 لحد ما يطلع زيت، لو طلعت زيت تبقى باظت منك. لا، التعامل بحذر بالملي. انت محتاج ايه؟ الباب بطيء هتفتحه سنه، الباب سريع هتقفله سنه سنه سنه، يعني ملي كده، شايف؟ ملي اهو، ده وده. باب سريع، الباب بطيء من المسمار اللي هو من جوه، اللي هو ده اهو، اهو مسمار ده اهو، انا بعيد اهو، اهو المسمار. زاويه الميل ده، زاويه الميل يعني الباب بيقف عند زاويه ميل معينه. بس في حاجه لازم تبقى عارفها، المسمار الاثنين مرتبطين ببعض. يعني انا لما انا بقفل ده المفروض بفتح ده، يعني الاثنين، اصل الاثنين نفس البستم. فانا لما بقفل ده سنه، المفروض عكسه ان انا افتح ده سنه، اللي هو الهواء، ان انا النفس، يعني ده النفس بتاعي. لو انا قفلت على ده النفس او الهواء، بفتح التاني سنه. بس انت خليك مركز في المسمار ده اللي هو الاولاني غالبا بتاع السرعه، خليك ملي، يا تفتح يا تقفل. لما تربط السرعه تقل، لو الباب سريع هتقفل، وده غالبا هو اللي هتلاقيه. الباب سريع هتقفل سنه. انا بص معلش، ما بعيد اكتر من 10 مرات، انا اسف، بس هتقفل سنه. الباب بطيء هتفتح سنه. شكرا ليكم، يا رب تكون المعلومه وصلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم على صيانه الباب الازاز، وعطل شائع جدا، اللي هو الباب بيخبط في الحته الثابته اللي جنبه. الباب بيخبط في الحته الثابته اللي جنبه، محتاج يترفع، تمام. العده اللي هنحتاجها بس عشان ايه ما تحتسي، تحتاج مفك عاده، وهقول لك ليه دلوقتي. هتحتاج إلين رقم 5 وإلين رقم 1. هتقول لي ايه إلين رقم 1؟ إلين رقم 1 يعني 1 مللي، إلين رقم 5 يعني إلين 5 مللي. هتجيبهم منين؟ في طقم عند بتاع العدد او عند بتاع البويات ايا كان، بيبقى طقم كده عباره عن حوالي 10 إلينات او ألانكيه زي ما بتوع القاهره بيقولوا. هتلاقي إلين 1 وإلين رقم 2 وإلين رقم 3 و4 هكذا، يعني حوالي لحد 7 8 مللي او 10 مللي حسب الطقم. المهم اللي انا هحتاجهم إلين 1 وإلين 5 ومفك عادي. الإلين رقم 1 ده اهو، هتلاقي فيه خرم هنا في المفصله، بربط المسمار، هتلاقي هو مسمار بربط المسمار، الإلين يفك، بربط الإلين يفك اهو، وافضل الف اهو، الوش فك معايا اهو بسهوله، تمام. افرض انا مش عارف، او المسمار بايظ، او ما عنديش الإلين رقم 1 ده، وارد. بعمل ايه؟ هيجي دور المفك العادي، بفتح الباب كده زاويه 90 اهو، بفتح زاويه 90، وباجي هنا من ظهر الباب بحط المفك العادي هنا اهو كده، بخبط هنا، هتلاقي الباب الوش نطر كده، وقع منك كده اهو، هيبقى المنظر ده. المهم ان احنا هيظهر معانا المنظر ده. لو انت فكيت الوش الناحيه التانيه مش هتلاقي المنظر ده اللي هو من الظهر. يعني انت لو فكيت اهو من ظهر المفصله مش هتلاقي منظر الفلانشه. انا عايز الفلانشه، تمام. انا عايز المنظر ده. هتلاقي الفلانشه دي اول حاجه تحط كرتونه زي ما انت حاطط. موضوع الكرتونه ده لازم يبقى موجود، تمام. هتحط الكرتونه، تمام، وهتحط تحت الكرتونه مفك عادي. ركز معايا، تحط ايه؟ مفك عادي. مش عارف باين كده مفك العادي ولا لا؟ اهو كده باين. حلو. الباب لو بيخبط عندك في الثابت، يعني انا هوري لك اللي يحصل.
لو انا فكيت المسمارين دول او مش فكيتهم بالقلين الخمسة ملي، عشان قبل كده شاورت في فيديو فواحد قال لي يعني ايه خمس وشنا، لا ده قلين او الانكيه رقم 5. غالبا بيبقى المسامير دي هوت، شايف؟ ايوه اهو ده العطل. الباب اهو من تحت اهو مفتوح ومن فوق قافل اهو اهو اهو. بعمل ايه؟ بفك القلن بهويه شمال وافك التاني شمال، انا ما فكيتهوش انا هويته، واجي مفك العاده هزقه لتحت، يعني هرفع الباب او هرفع كده اهو. انا معلش بصور اهو 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 اهو. برفع، واحد يرفع، ممكن يكون تبقوا نفرين مفيش مشكله، واحد يرفع والتاني يربط. يعني ايه؟ يعني انا هرفع كده، هرفع الباب اهو، انا ماسك اهو، برفع اهو اهو الباب اهو حلو، واربط المسمارين دول هيظبط معايا. معلش انا الكاميرا قريبه اهو، المسمارين دول اهو بهويهم وارفع الباب وارجع اربط تاني. ولازم لازم لازم يكون فيه كرتونه، لو ما حطيتش كرتونه الباب هيتكسر. تمام، ارجو تكون وصلت الافاده. معلش لو طولت عليكم. اهم دول المسمارين مسؤولين عن رفع المكنه عن رفع الباب وبقلم 5. شكرا.